إن النحل بيموت بمجرد ما بيستخدم إبرته، وبتفضل تواسيه وتلعب معاه علشان تفرحه وبتعرفه إنها هتفضل تحبه وتهتم بيه طول الوقت. فبيهدى باكت وبينام وهو مطمن وفرحان جدا. وبتعدي أيام كتير وبنشوف باكت وهو بيصحى من النوم وبيبان إنه كبر وتخن، وكمان بيبان عليه إنه بقى قط كسول جدا، واللي بيتخض لما بيشوف عربية غريبة وصلت للبيت وفجأة في شخص غريب بينزل منها. وبمجرد ما روز بتشوف الشخص ده بتستخبى بسرعة وبتفهم باكت إن ده زميلها اللي اسمه لاري، وبتوضح له إن غريب الأطوار فعلا ولكنه عبقري فيما يخص النحل. وفي الوقت ده باكت بيفضل يتريق على شكل لاري وكمان على لون شعره. أما روز فبتروح تفتح له الباب وبتلومه لأنه سابها لوحدها، فبيعتذر لها لاري وبيسألها عن التقدم اللي وصلت له في تطوير المصل. وهنا بنلاحظ إن باكت مش حابب وجود لاري، وعلشان كده بينقض عليه وبيهاجمه بمنتهى العنف. وفجأة لاري بيتعب وبيكتشف إن عنده حساسية من القطط، وفي اللحظة دي روز بتجيلها فكرة لتطوير المصل اللي هي شغالة عليه.